يخوض المنتخب الكاميروني أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم في قطر 2022 غدا الخميس، حيث سيواجه منتخب سويسرا. ومن المتوقع أن يفشل المنتخب الكاميروني في تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة، خصوصا أنه وقع في مجموعة قوية جدا تضم المنتخب البرازيلي المدجج بالنجوم والمرشح الأبرز لرفع كأس العالم، ومنتخبي صربيا وسويسرا القويين نسبيا، مقارنة بمستوى المنتخب الكاميروني الباهت الذي ظهر به في المباريات التحضيرية. وكان رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو قد تحدث في وقت سابق عن منتخب بلاده في مونديال قطر، وقال أن الكاميرون سيقدم أداء كبيرا في المونديال، وأنه مرشح لنيل اللقب والتتويج بكأس العالم. وستكون انطلاقة مشوار الكاميرون في البطولة غدا، حيث سيصطدم بالواقع وبمنتخبات قوية جدا. فهل سيحقق الكاميرون كأس العالم، أم أنه انتهى وقت بيع الأوهام يا إيتو؟